يافع وطريق المستقبل. مناخ صيفي معتدل، طبيعة خلابة متنوعة، مرتفعات ضبابية، سهول ووديان وشعاب خضراوية، بناء عمراني متفرد في المساكن والحصون والقلاع. إنها يافع عراقة التاريخ وأصالة الموروث الممزوجة بالإبداع والإتقان وعزيمة الإنسان الذي ينحت الصخر ويضع الحجر على الحجر طبقات وأدوار. ناطحات سحاب حجرية في قمم الجبال والسهول والوديان بتقنية فريدة في العالم، تضاهي عمارة مدينة صنعاء القديمة وعمائر مدن شبام وتريم ووادي دوعا، وتتفوق عليها بالبناء الحجري الأكثر تعقيدا وتطورا من شبام المبنية من المدر وصنعاء المبنية من الياجور. قلعة القارة التاريخية على ارتفاع 700 متر في قمة جبل شاهق، تشرف قلعة القارة على مركز مديرية رصد من الاتجاه الجنوبي، متميزة بموقعها الحصين الذي يصعب تسلقه من جميع جهاته، فلا سبيل إلى دخول القلعة إلا من بوابتها الرئيسية الواقعة في الاتجاه الشمالي، وتسمى البوابة عند قبائل يافع سدة. وتشتهر قلعة القارة بمعالمها التاريخية الأثرية وروعتها وجمالها وموقعها الفريد، وبما تكتنزه من قصور ومساجد وصهاريج ومدافن منحوتة في الصخر. مرحبا بكم في يافع. إنها يافع التي يندهش زائروها وينبهرون بمعالمها وآثارها المتنوعة وطيبة أهلها المنفتحة قلوبهم قبل أذرعهم لاستقبال الزائرين والترحيب بهم واستضافتهم وإكرامهم. إنها يافع التي قل زائروها لصعوبة طرقاتها، يافع التي اليوم وليس غدا انتفض أهلها بكل فئاتهم وأطيافهم وطبقاتهم لشق الطرقات واختصار المسافات، يافع التي يرمق أبناؤها مستقبلا زاهرا لبلادهم بطرقات حديثة تسهل في التنقلات وتنتعش الاستثمارات. ألا فشدوا العزم يا أبناء يافع، فمستقبلكم ومستقبل أبنائكم وأجيالكم اللاحقة يبدأ من عصب الحياة الطرقات.